حنا متواجدين اليوم في الرينغ الكبير ديال المعرض الدولي لمكناس النسخه 18. وكالعاده يعني كانت واحد المباراه كثيره وكبيره ما بين مربي الاغنام والماعز، وهذه المناسبه فيه كتكون واحد المناسبه كبيره، منافسه كبيره، وهذيك المنافسه هي اللي كتخلي المنتوج الجديد يطلع عام على عام. تم التتويج ديال 10 ديال المتنافسين في الاغنام، يعني الاصناف كامله، و10 ديال المتنافسين في الماعز. وكان التتويج ديالهم اليوم واللي سلمهم معالي الوزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات الجوائز ديالهم، وحنا كذلك عندنا جوائز اخرى اللي غادي نسلموها لهم. الحمد لله. يعني المعرض هذا مناسبه ديال اللقاء ديال جميع الاخوان الكسابه وصله رحم، وكاين مقارنه ما بين الاخوان، وهذه المنافسه هي اللي كتخليهم عام على عام يفكروا باش انهم يزيدوا ويفكروا بانهم يجيوا، لانه خصو يحافظ على المجيء ديالو للمعرض، لانه هذا من نقولوا 20 جائزه راه جايه من عند 16000 متنافس. يعني هذيك الزبده ديال النخبه ديال لانوك. دونك الحمد لله من كنشوفوا الاوزان اللي وصلنا لها، ونشوفوا السردي وصل تبارك الله 165 كيلو، بنيكيل 150، بجعد حتى هو 155، تيم حضيت 130. يعني هذا من هذا المنبر انا بغيت نشكر الاخوان الكسابه على هذه المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها، بالرغم من سنوات الجفاف، بالرغم من الكوفيد 19، بالرغم من التضخم ديال الاعلاف، الا اننا نشوفوا هذه النتيجه هذه. والحمد لله سنه ممطره، وكاين يعني مواكبه ديال وزاره الفلاحه، ومواكبه ديال صاحب الجلاله بالدعم ديالو المادي اللي تعطى في هذه السنه 2025 2026. وجاب الله هذه السنه ممطره اللي غادي ان شاء الله تنسينا في ذاك السنوات العجاف اللي شفناها. ومين نشوفوا 32 مليون ما بين اغنام وماعز وابقار وابل، هذا واحد باتريمون كبير اللي عند البلاد ديالنا، ولا خوف علينا اننا ان شاء الله. والمجهود كاين تقنيات جديده اللي دارت في هذه المجهودات هذه، بينها التقنيات ديال التلقيح الصناعي عند الاغنام والماعز، واللي يعني غادي ستعمم عند جميع المحسنين ديال النسل، وعند محسنين النسل عند الاغنام والماعز. وبهذا الشيء هذا نكونوا ان شاء الله نساهم في السياده الغذائيه ديال البلاد، ونتمنوا التوفيق للجميع.